تشكيل ريال مدريد المتوقعة لموسم 2024 بعد أن تم الإعلان عن رحيل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي وعودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي. أظن أنه ستحدث ثورة كبيرة في التشكيلية خصوصا بعد الخسارة المدوية أمام المانيسيا في نصف النهائي دوري أبطال أوروبا. في حراسة المرمى سيبقى كورتوا أفضل حارس في العالم حاليا. محور الدفاع أيضا لن تحدث فيه تغيرات، سيبقى كل من روديغر وميليتاو اللذان يقدمان أداء جيد لحد اللحظة. على مستوى نظارة كامافينغا إضافة إلى احتمالية إيجاد ظهير لتعويض كارفاخال في حال لم يتوفر سيبقى كارفاخال. خط الوسط الجديد سيكون متكون من شاوميني فاليفيردي بيلينغهام لاعب بوريسيا دورتموند، فقد تم التأكيد أن الريال سيفعل أي شيء لخطف موهبة بوريسيا دورتموند بعد أن أصر زيدان على اللاعب. الهجوم النفاث متكون من الجناحين للطائرين فينيسيوس ورودريغو، أما رأس الحربة فرنسي بنسبة 100% مع احتمالية استخدام مبابي الذي يريد الذهاب للريال وبقاء كريم بنزيما. هل سيفعلها الثعلب بيريز ويخطف مبابي؟